انتقال محمود غربال نجم الاتحاد المنستيري إلى نادي الزمالك قد تواجه عقبات تعرقل إتمامها خلال الفترة المقبلة. هالعقبات تتعلق بعدم حصول النادي التونسي على القسط الثاني من صفقة بيع أحمد الجفالي للزمالك، ما قد يدفع الاتحاد لتعطيل الصفقة الجديدة. اللاعب نفسه يدرس بجدية خيار الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية، وهو ما قد يزيد من صعوبة إتمام التعاقد مع الزمالك في الميركاتو الصيفي الحالي. وتسعى إدارة الزمالك لحسم الصفقة سريعاً ضمن خطة دعم الفريق بلاعبين مميزين، لكن العقبات المالية واهتمامات اللاعب قد تفرض واقعاً مختلفاً. الملف لا يزال مفتوحاً، وكل الخيارات واردة في ظل تعقيدات الأمور التعاقدية بين الزمالك والجانب التونسي. الأجواء داخل نادي الزمالك تسير بشكل إيجابي للغاية تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، مشيراً إلى وجود حالة من الإعجاب الشديد من جانب اللاعبين بأسلوب المدرب الجديد. اللاعب حامد حمدان يعقد جلسة مع وكيله لبحث موقفه النهائي من الانتقال للزمالك. حامد حمدان وسمير الحاوي وكيله، ويأمل في التوصل لحل مع إدارة نادي بتروجد من أجل تحقيق رغبته في الانتقال لصفوف الزمالك، لا سيما أن إدارة الفريق البترولي أكدت تمسكها باللاعب وعدم وجود نية للتفريط في خدماته بالوقت الحالي. وكان رامي حمدان شقيق حامد حمدان أكد أن أخيه مستعد للعب لنادي الزمالك دون شروط